تخيل معايا كده فرقة مصرية محاصرة بآلاف من الجيش الفارسي، والملك كورش الأكبر اللي هو ملك الفرس في عز المعركة يقع من على حصانه ويتصاب. وبعدها بدل ما يعاقب أو يقتل أعدائه دول، بالعكس عرض عليهم فلوس ومناصب وحكم المدن كاملة. قصة شوية غريبة لكنها مذكورة عند مؤرخ يوناني شهير، ومعها لمحات جديدة من العلم الجيني، فخلينا نحكيها. حوالي سنة 547 قبل الميلاد، الفرس وكورش الأكبر كانوا قوة جبارة وصاعدة جديدة في المنطقة. اكتسحوا مدن المشرق واتجهوا للأناضول. هناك كان في مملكة اسمها ليديا، والحاكم بتاعها كان اسمه كريسوس، اللي اتحالف بسرعة مع الملك المصري أحمس الثاني، اللي كان بالمناسبة شايف خطورة المشهد السياسي. وبعت أحمس فرقة عسكرية مصرية لمساندة ليديا، ومن هنا بتبدأ حكاية الفرقة المصرية. بمجرد وصول الفرقة اشتعلت معركة ثيمبرا، اللي كان فيها الجيش الليدي بيدافع عن بلده وعن أرضه ضد الجيش الفارسي. في الوقت ده كان الجيش الليدي معاه تحالف كبير جدا من عدة جنسيات، وكان حتى أكبر عددا من الفرس، إلا إن ذكاء ودهاء الفرس غلب، والتف الجناح الرئيسي للجيش الفارسي في عز المعركة من خلف سلاح الأحصنة الليدي، والذعر بدأ ينتشر ما بين جنود ليديا لدرجة إنهم هربوا وسابوا أرضهم، إلا الفرقة المصرية اللي ثبتت وصدت رؤوس الجيش الفارسي، لدرجة إن جندي مصري ضرب حصان كورش بنفسه ووقع في مشهد صادم. لكن مع انهيار الليديين فالمصريين فضلوا لوحدهم في الميدان، ولما خسائر المصريين زادت اتجمعوا ورفعوا الدروع على هيئة دائرة، وتحولوا من الهجوم للدفاع من بعد ما تم محاصرتهم تماما. وفي عز الأحداث الملك كورش، اللي بالمناسبة كان صاحب حكمة كبيرة جدا، أعجب بشجاعتهم وعرض عليهم صفقة غير متوقعة، إنه مش هيقتلهم ومش هيتقال إنهم هربوا، والجنود الفرس هيشهدوا ليهم بشجاعتهم، ده حتى هيضاعف أجورهم وهيديهم أراضي وزوجات وفلوس، وهيسكنهم في المدن تكون بتاعتهم وباسمهم وهم حكامها، لكن بشرط إن هم ينضموا إليه. هنا انت لو حطيت نفسك مكان الفرقة المصرية، فانت ببساطة في مرحلة ان انت بتقاتل عشان ايه اصلا؟ اذا اصحاب الارض سابوها وجريوا، هل انت هتخاف على ارضهم وشعبهم اكتر من جنودهم؟ فالفرقة وافقت، لكن بشرط واحد يحفظ ليهم كرامتهم، وكذلك يدل على اخلاقهم العالية، وهو ان هم مش هيحاربوا ضد كريسيوس الملك اللي هم جم اصلا عشان ينجدوا. وهنا وافق الملك كورش. المؤرخ زينوفون وهو الراوي بيسجل إن المصريين دول استقروا في الأناضول وأسسوا مدن سميت لاحقا باسم المدن المصرية، زي لاريسا وكيلين، وفضلوا موجودين لدرجة إن أحفادهم كانوا معروفين وقت كتابة النص في القرن الرابع قبل الميلاد، يعني بعدها ب200 سنة كاملة كان المصريين موجودين ومستقرين وليهم وجود هناك. والعجيب إن واحدة من الدراسات الجينية الكبيرة لسنة 2022 اكتشفت ربما مكون شرق أوسطي مصري في هيكلين في منطقة إزنك بذلك في بورصة تركيا. الهيكلين يمثلوا جيلين مختلفين، وصحيح الدراسة مش واثقة إنه مكون مصري تماما، إلا أن وجود المصريين تاريخيا وتسمية مدن كاملة باسمهم ربما يكون واحدة من القصص الأساسية في فهم أصول الهيكلين دول. وإذا الموضوع أصبح مؤكد وصدقت عليه الدراسات الجينية اللاحقة، فإحنا هنا هنكون قدام واحدة من القصص المنسية في التاريخ المصري. مجموعة شباب حاربوا بشجاعة عجبت عدوهم، وسطروا تاريخ ومدن واستقرار خارج البلاد. رغم ان المصريين دول ما انتصروش في معركة ثيمبرا، لكنهم انتصروا في امتحان الرجولة والشرف. صمودهم وحسن تفاوضهم مع كورش الأكبر حول وضعهم إلى ولادة جديدة. ورغم انه لا يذكر اسم كريسوس الليدي إلا يذكر مع هروب جيشه، فالمصريين في القصة دي مش بتيجي سيرتهم غير وبتيجي معها انهم ثبتوا في الميدان وحافظوا على شرفهم ضد عدو غاشم وصديق جبان.